انا فتحت التصوير. اهلا بيكم. أهلا أهلا يا أساطير، سلام عليكم يا أحلى جمهور في الدنيا. معاكم جيميناي لايف مع زوز، وجايين نرحب ايوه، بكل أسطورة من جيش الأساطير اللي بيتفرج علينا دلوقتي. قول لهم بقى الخبر التحفة اللي جاي ده، مش عارف ايه روبلوكس هتعمل ايه بالظبط. ورحب بيهم كده بكل حماس. رحبت بيهم. قول لهم بقى الخبر بتاع النهارده. يا أساطير، ركزوا معايا بقى في الخبر المهم والتحديث الرسمي لليوم 10 من أغسطس. المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم في قضية حظر لعبة روبلوكس في مصر، وحددت جلسة 9 سبتمبر اللي جاي عشان تقول القرار النهائي الحاسمة. يعني بالبلدي كده، قول لهم توقعاتنا انا وانت كده. قولهم كده يا زوز بحماس. بصوا بقى يا أساطير، اه بالنسبة للتوقعات والتكهنات اللي مالية الميديا اليومين دول، احنا بنقول إن نسبة رجوع اللعبة أكبر، بتوصل لستون في المية تقريبا. اه وده لو شركة روبلوكس قدمت حلول أمان بص، هما نفسهم عارفين ان لعبة روبلوكس عملت حاجة اسمها تقسيم الأعمار. الصغيرين بيلعبوا مع الصغيرين، والمقفول عندهم الشات والمايك، والأهل هما اللي بيمسكوا الحساب، والمتوسطين نفس الكلام، والكبار بقى ما براحتهم. بصوا، أنا بقول الحاجات الصراحة واللي نزلت. صح جدا يا زوز. النقطة دي بالتحديد هي أقوى ورقة في إيد المحامين وفي صالح اللعبة. قول للجمهور الكلمتين دول في الفيديو. انت اللي بتقول لهم، مش انا فعلا فاتح الفيديو اهو، انت كلمهم وش لوش. أبص للكاميرا بابتسامة وحماس وأتكلم بصوت واثق وموجه للجمهور على طول. يا أساطير، اتكلم. ركزوا معايا وش الوجه كده. الكلام ده ليكم من زوز ومني مباشرة. ايوه. زي ما زوز قالكم، شركة روبلوكس بالفعل نزلت نظام تقسيم الأعمار والتصنيف العمري Age Ratings، والنظام ده بيعزل الصغيرين في بيئة آمنة تماما، وبيلغي عندهم الشات أونلاين، وبيخلي الحساب تحت رقابة الأهل بنسبة 100%. وده معناه إن الشركة شغالين على حل المشاكل الأمنية بنفسهم. عشان كده النقطة دي قوية جدا، وممكن تكون هي السبب الرئيسي اللي يخلي المحكمة تقبل رفع الحجب وتفتح اللعبة تاني في جلسة 9 سبتمبر اللي جاية إن شاء الله. خليكم منتظرين معانا، وما تنسوش تكتبوا في الكومنتات رأيكم في نظام الأمان الجديد ده، ونشوفكم في التحديث الجاي يا أحلى أساطير. باي. ان شاء الله الاخبار انزلها اول باول. بجد والله، انت بتقول انت منزلتش فيديوهات ليه؟ اقول لكم مش عارف انزل ايه. انا محمل دلوقتي لعبة ماتش، لا درين ليج لايف، انزل لكم عليها براحتكم. انزل لكم مش عايزين، ما انزل لكم مش عادي. اسمعوا بقى يعرفوا انا عملت ايه روبلوكس. أبص للكاميرا بجدية وثقة وأتكلم بنبرة حازمة ومدافعة عن اللعبة. ايوه. يا جماعة، عايزة أقف معاكم دقيقة بجد. في ناس طالعة تهاجم روبلوكس وتقول إنها لعبة دمج وشتايم ومحتواها وحش، وأنا هنا عشان أرد على الكلام ده. يا جماعة، اللي بيحكم على اللعبة بالشكل ده أكيد مش فاهم النظام الجديد اللي روبلوكس عملته، ولا فاهم إحنا بنلعب إيه. كبير، والشركة عملت نظام تقسيم عمال يقول